قمة منتظرة. موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة. مباراة ليفربول ضد نيوكاسل تترقب جماهير كرة القدم الإنجليزية مواجهة نارية بين ليفربول ونيوكاسل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم 2025-2026. المباراة تحمل طابعا مثيرا، خاصة وأن الفريقين يملكان تاريخا من المباريات الحماسية والندية، كما أن كلاهما يبحث عن تعزيز موقعه في جدول الترتيب وتحقيق انتصار ثمين في بداية الموسم. من المقرر أن تقام المباراة غدا الاثنين 25 أغسطس على ملعب سانت جيمس بارك معقل نيوكاسل، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. والقنوات الناقلة للمباراة ستكون حقوق بث اللقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة بين سبورتس. إن يعتمد المدرب على تشكيلاته المعتادة بوجود محمد صلاح في الهجوم إلى جانب نونيز ودياس، مع الكانتارا وماكاليستر في خط الوسط، والدفاع بقيادة فان دايك وجوميز. نيوكاسل يدخل اللقاء بتشكيلة هجومية يقودها جوردون ويلسون في الأمام، مع حضور جيماريش في خط الوسط، ودفاع منظم بقيادة تريبيير وبوتمي. أسندت مهمة التعليق على هذه المواجهة المنتظرة إلى المعلق علي سعيد الكعبي عبر شاشة بين سبورتس اتش دي 1 لإضفاء مزيد من الحماس على أجواء اللقاء. ليفربول يدخل المباراة تحت قيادة مدربه الجديد أرن سلوت، الذي يبحث عن إثبات قدراته سريعا أمام خصم قوي. ورغم معاناة الفريق من بعض الإصابات في خط الدفاع، إلا أنه يطمح لتحقيق الفوز خارج ملعبه. نيوكاسل بدوره يسعى لتعويض غياب بعض العناصر المهمة، وعلى رأسها المهاجم إيساك، لكنه يملك حلولا هجومية بديلة ويعتمد على حماس جماهير سانت جيمس بارك لدفع الفريق نحو الانتصار. مباراة ليفربول ضد نيوكاسل تعد من أبرز لقاءات الجولة، حيث يجمعهما التنافس الكبير والندية المتوقعة. ليفربول يسعى للحفاظ على بداياته القوية، فيما يأمل نيوكاسل في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة. الصحف العالمية تتغنى بعمر مرموش رغم خسارة مانشستر سيتي وتتعجب من استبداله. شارك النجم المصري عمر مرموش أساسيا مع مانشستر سيتي في مباراة القمة أمام توتنهام، والتي انتهت بخسارة الفريق السماوي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد. تفاصيل مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام. افتتح توتنهام التسجيل عن طريق برينيان جونسون في الدقيقة 35، قبل أن يضيف جواو بالينيا الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد خطأ فادح من حارس السيتي جيمس ترافورد، الذي مرر الكرة بالخطأ إلى باب سار ليستغلها ريتشارلسون بتمريرة حاسمة إلى بالينيا. ورغم محاولات السيتي للعودة، أضاع إيرلينج هالاند فرصة محققة من مسافة قريبة، في لم ينجح لاعبو بيب جوارديولا في تقليص الفارق لتنتهي المواجهة بخسارة حامل اللقب على أرضه وأمام جماهيره. قدم عمر مرموش أداء لافتا خلال الشوط الأول، حيث شكل خطورة كبيرة على مرمى توتنهام بعدة محاولات أبرزها تسديدة قوية تصدى لها الحارس فيكاريو ببراعة، وأخرى مرت بجوار القائم، كما أجبر حارس سبيرز على تصدي جديد بعد تمريرة من هالاند، لكن التوفيق لم يحالفه في التسجيل. ورغم إهدار بعض الفرص، إلا أن المواقع العالمية أثنت على مردوده، حيث حصل على تقييم 7.0 وفق شبكة فوتبول أونسايدر، ليكون الأفضل بين لاعبي مانشستر سيتي في المباراة. وأشارت الشبكة إلى أن استبدال مرموش المبكر في الدقيقة 54 كان قرارا مفاجئا، خاصة أنه كان أحد العناصر القليلة القادرة على صناعة الخطورة الهجومية لفريق مانشستر سيتي.